الزليج المغربي. عندما نتحدث عن الفنون المعمارية التي تمثل الهوية الثقافية للمغرب، يبرز الزليج المغربي كواحد من أبرز رموز الإبداع والجمال. هذه الحرفة التقليدية التي تمتد جذورها لقرون طويلة ليست مجرد قطع من الفسيفساء، بل هي لوحات فنية متقنة تحكي قصصاً من التاريخ والثقافة المغربية العريقة. من القصور الملكية إلى المساجد العتيقة، ومن المنازل التقليدية إلى الساحات العامة، استطاع الزليج المغربي أن يغزو العالم بجماله الفريد وتقنياته الدقيقة. من مسجد باريس الكبير الذي شيدته سواعد المغاربة وزينت جدرانه بأناملهم المبدعة في بداية القرن العشرين، إلى الجناح المغربي في وولت ديزني بمدن أورلاندو بالولايات المتحدة، حيث تتألق السقايط والنوافير ذات الطراز المغربي الفريد. كما نجد بصمة الزليج المغربي واضحة في أفخم القلاع الصحراوية بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة. ولا يمكن إغفال قصر العلم السلطاني في مسقط سلطنة عمان، حيث يستقبل السلطان هيثم بن طارق كبار ضيوفه في أجواء تزدان بالزليج المغربي التقليدي. هذا الفن المغربي الأصيل أصبح عنصراً ينافس جميع أنواع الديكورات الفنية والمعمارية حول العالم، مشكلاً رمزاً للتميز والجمال. الزليج الفاسي المغربي ليس مجرد قطع من الطين المزخرف، بل هو تعبير عن ثقافة مغربية عريقة. تتميز هذه الزخارف بنقوشها الدقيقة وأشكالها الهندسية المتناغمة، مثل المربعات والمثلثات والنجمة الثمانية التي زينت العلم المغربي في عهد الدول المرينية والوطاسية والسعدية. هذه الزخارف تحمل دلالات روحية ودينية تعكس الهوية المغربية بعمق. ظهر الزليج لأول مرة في المغرب خلال القرن العاشر الميلادي، وكان يتميز آنذاك بألوان الأبيض والبني. في القرن الرابع عشر ازدهرت صناعة الزليج بشكل ملحوظ في عهد الدولة المرينية، حيث أضيفت ألوان جديدة مثل الأزرق والأخضر والأصفر. في القرن السابع عشر انضم اللون الأحمر إلى هذه اللوحة الفنية، مما أضفى مزيداً من التنوع والإبداع على هذه الصناعة التقليدية. على الرغم من الادعاءات بأن الزليج مستوحى من الفسيفساء الرومانية أو البيزنطية، إلى أن الزليج المغربي يتميز بطابع خاص يجعله مختلفاً تماماً. فبدلاً من تصوير البشر أو الحيوانات كما هو الحال في الفسيفساء الرومانية، اعتمد الحرفيون المغاربة على الأشكال الهندسية لتجنب مخالفة التعاليم الإسلامية التي كانت ترفض تصوير الكائنات الحية في الفن. منذ القرن الثامن عشر بدأت عائلات مغربية عريقة مثل الحبابي، بن جلون ولحلو بتصدير الزليج المغربي إلى أوروبا. وفي عام 1915 تأسست أول شركة لنقل الزليج المغربي عبر ميناء الدار البيضاء ليصل إلى دول مثل فرنسا، بريطانيا، البرتغال وإيطاليا. كان الزليج يصدر بعلامة صنع في المغرب باللغة الإنجليزية، مما يعكس مكانته العالمية. وعلى الرغم من المزاعم بأن الزليج المغربي له أصول أندلسية، إلا أن الأدلة التاريخية تثبت عكس ذلك. فقد تم اعتماد هذا الفن في المغرب قبل الأندلس، وهو ما يفسر انتشاره الواسع في المدن المغربية مقارنة بالأندلس، حيث يقتصر وجوده على القصور والمساجد. يعد الزليج المغربي جزءاً لا يتجزأ من التراث المغربي، ولا يمكن فصله عن الهوية المغربية. وفي إطار الجهود المبذولة للحفاظ على التراث الثقافي المغربي، تم الاعتراف دولياً بملكية المغرب للزليج المغربي من خلال المنظمة العالمية للملكية الفكرية في عام 2016. هذا الاعتراف يعد خطوة مهمة في حماية هذا الفن العريق من محاولات السطو والاستيلاء الثقافي. لكن في مقابل ذلك يدعي بعض الجزائريين زوراً وبهتاناً أن الزليج جزائري، ويستدلون على ذلك بوجود الزليج في مدينة تلمسان، لكنهم لا يريدون الاعتراف أن مدينة تلمسان كانت خاضعة للنفوذ المغربي لمدة 8 قرون من نهاية القرن الثامن إلى القرن الخامس عشر، حيث بنى المغاربة دار السلطان، وهو قصر يعود تاريخه إلى السلالة المرينية. القصر جزء من المجمع الأكبر لمسجد سيدي أبو مديان. سمي القصر باسم دار السلطان نسبة للسلطان أبو الحسن علي بن عثمان المريني الذي أمر ببنائه حيث أقام السلاطين. هناك أثناء زيارتهم للضريح تم بناء القصر بالتزامن مع بناء مسجد سيدي أبو مدين سنة 1339، وبعد 8 سنوات تم إنشاء المدرسة الخلدونية.
على الرغم من أن القصر صغير إلا أنه يحتوي على أفنية وأروقة وممرات مائية والعديد من الغرف. وقد تم ترميم هذا القصر على يد الحرفيين المغاربة، حيث يعترف الرئيس الجزائري بوتفليقة في حديثه للصحافة أن الزليج مغربي الأصل. دشن فخامة الرئيس العديد من المنشآت ذات الطابع الثقافي والتاريخي على غرار القصر الملكي للمشور الذي تم ترميمه. Ils ont conservé un patrimoine qui a été perdu en Algérie. Et nous devons le reconstituer. Nous le reconstituons avec l'aide des Espagnols, parce qu'ils ont un patrimoine andalou extrêmement important, avec l'aide des Marocains qui ont su préserver ce patrimoine. Pas avoir de réticence. Là, on a ramené quelques pièces du Cachemire. Même pour, vous faites des recherches comme cela, vous faites des recherches en Espagne, mais vous pouvez faire des recherches au Maroc et vous trouvez la solution tout de suite. خلاصة القول: الزليج المغربي ليس مجرد فن معماري، بل هو رمز للهوية المغربية التي استطاعت أن تترك بصمتها على الساحة العالمية. من القصور والمساجد إلى المنازل العصرية، يبقى الزليج المغربي شاهداً على عبقرية وإبداع الحرفيين المغاربة. هذا الإرث الفني العريق يستحق كل التقدير والاهتمام، فهو يمثل جزءاً من تاريخ وثقافة المغرب العظيمة، رغم محاولات السطو الثقافي التي يتعرض لها من الدولة المجاورة.